تفتكر ايه اللي موجود تحت سطح البحر؟ طب ايه اللي موجود تحت 100 متر؟ طيب لو نزلنا اكتر شوية ووصلنا ل 1000 متر، تخيل بقى ان في مكان على كوكبنا تحت 11000 متر. في الفيديو ده احنا مش هنغطس بس، احنا هنغوص لأعماق المحيطات ونكتشف أسرار مرعبة وأسرار مذهلة في نفس الوقت. لو جاهز اربط حزامك ويلا بينا نبدأ الغطسة العميقة. أعمق نقطة على وجه الأرض خندق ماريانا، هو أعمق مكان معروف على كوكب الأرض. العمق بتاعه أكتر من 11 كيلو متر تحت سطح البحر، يعني لو نزلنا برج إيفل جوه الخندق ده مش هيبان تماما. الخندق ده موجود في المحيط الهادي واتسمى كده نسبة لجزر الماريانا القريبة منه. أول رحلة بشرية نزلت هناك كانت سنة 1960 على يد الغواصة تريسيت بقيادة العالم السويسري جاك بيكارد. لو حطينا جبل إيفرست جوه خندق ماريانا مش هيظهر من فوق، لأن إيفرست ارتفاعه 8.8 كيلو متر والخندق أعمق من كده ب 2 كيلو متر كمان. سنة 2019 الملياردير فيكسور فاسكو نزل بأحدث غواصة لمكان أعمق من أي إنسان وصل له قبل كده، وكمان اكتشف كائنات جديدة. ومن العجيب إنه شاف كيس بلاستيك كمان موجود في القاع. ولو قدرنا ننزل لأعماق المحيط فكائنات أعماق المحيط عالم تاني خالص. في أعماق المحيط مفيش نور، الضغط هناك بيبقى مهول جدا والبرودة بتبقى حتى تحت الصفر. الإنسان بقوته وعقله اللي اداهم له ربنا عز وجل ما يقدرش يعيش هناك. بس المدهش إن في حياة هناك. زي إيه بقى؟ تعال نشوف. أول حاجة موجودة هناك هي السمكة الشفافة، واللي جسمها بيبقى شبه الزجاج وتقدر تشوف أعضائها من جوه. كمان هناك هنلاقي الإنقليس الكهربائي واللي بيولد كهرباء تكفي يصعق بيها سمكة تانية أو حتى بني آدم. وكمان هنلاقي السمكة الشبح، والسمكة دي ملهاش لون تقريبا ومش بتتحرك كتير، بتبقى كأنها شبح في المية. كمان هنلاقي الكراكن الصغير، لسه مش متأكدين هو أخو الكراكن الأسطوري ولا لأ، بس شكله مرعب بجد. كمان في هناك أنجلر فيش أو السمكة الصيادة، ودي بتعيش في الظلام وراسها فيه ضوء زي الكشاف وبتستخدمه علشان تصطاد بيه الفرائس. كمان في حبار اسمه حبار مصاص الدماء، وده شكله مرعب وكمان بيعيش في الأعماق المظلمة. كمان في ظاهرة غريبة في أعماق المحيطات وهي الإضاءة الحيوية، وهي عبارة عن كائنات تحت البحر بتنور بنفسها في الضلمة زي ما يكون جسمها فيه لمبات ليد. وكمان في كائنات لسه ما اتوصفتش علميا والعلماء بيكتشفوا جديد كل سنة. طبعا كلنا بنسمع عن الكنوز الغارقة وذهب ومجوهرات تحت المية. طب انت عارف ان في اكتر من 3 مليون سفينة غرقانة في اعماق البحار؟ فعلا في منهم سفن كانت شايلة ذهب وسفن تانية كانت شايلة فضة ومجوهرات وتماثيل، زي مثلا سفينة سان خوسيه الأسبانية واللي كانت شايلة ذهب من أمريكا الجنوبية وغرقت في القرن التمنتاشر ولسه لحد النهاردة مكانها مش معروف بدقة. وفي غواصين في البحر الكاريبي لقوا عملات ذهبية من قرون فاتت. حتى سفن الحرب العالمية التانية كان فيها معدات وأسلحة غرقانة ومعظمها تحت المحيطات لحد دلوقتي. أما عن أغلى كنز تم العثور عليه، كنز سفينة نوسترا سينوارا دي أتوشا واللي لقوه قبالة سواحل فلوريدا، وكان فيه أكتر من 400 مليون دولار ذهب ومجوهرات. كمان في مغامرين ماتوا وهم بيدوروا على كنوز. في ناس كتير ماتوا بسبب الغطس العميق أو انهيارات تحت المية وهم بيحاولوا يلاقوا الكنوز دي. دايما كده والناس بتفكر حوالين المحيطات في سؤال بيجي في ذهنها: هل الإنسان يقدر يعيش تحت البحر؟ العلماء شغالين على مشاريع لبناء مدن تحت البحر، زي مشروع مدينة عائمة وشبه غاطسة علشان العلماء يعيشوا فيها ويراقبوا الحياة البحرية. كمان الفنادق تحت المية زي اللي موجودة في دبي وجزر المالديف واللي فيها غرف بتطل على الشعاب المرجانية. كمان في مشروع ياباني، مشروع ضخم جدا لإنشاء مدينة كاملة حلزونية الشكل تحت البحر. كمان هيبقى موجود فيها بيوت ومدارس ومحطات طاقة، بس لسه المشروع ده تحت الدراسة. ومن هنا في سؤال: هل ممكن الإنسان يتأقلم بيولوجيا تحت المية؟ في تجارب علمية بتحاول تدرس تأثير الحياة تحت الضغط العالي على جسم الإنسان، وهل ممكن فعلا قدراتنا تتطور ونقدر نعيش تحت البحر ولا لأ. لكن في تحديات كبيرة زي الضغط العالي وقلة الأكسجين. كمان المشاريع دي بتبقى تكلفتها باهظة جدا. وهنا في سؤال: هل فعلا في مخلوقات عملاقة أو كائنات غير مكتشفة تحت البحر؟ في ناس بتؤمن إن في مخلوقات بحرية عملاقة زي الكراكن أو حتى تنانين بحرية مستخبية، وفي إشاعات عن ظهور كراكن في أعماق الشمال الأطلسي. الصيادين في النرويج بيحلفوا إنهم شافوا مجسمات بتطلع حوالي 100 متر. كمان في أخطبوط عملاق طوله أكتر من 18 متر تم رصده في السواحل في اليابان. وفي 2006 في باحثين قدروا يصوروا أخطبوط عملاق لأول مرة بكاميرا تحت البحر وهو حي. وكل سنة
العلماء بيكتشفوا مئات الكائنات الجديدة تحت أعماق محدش وصل لها قبل كده. يعني ممكن فعلا يكون في كائنات لسه محدش شافها ولا حتى تصورها قبل كده. طيب احنا كبشر وفي عز التكنولوجيا والتطور اللي احنا فيه، هل بنعرف نرصد كل حاجة تحت البحر؟ الأقمار الصناعية ما بتوصلش لجوه المحيط، علشان كده بنستخدم حاجة اسمها السونار، وكمان غواصات روبوتية بتقدر تصور الأعماق. لكن رغم كل ده احنا لسه مكتشفين حوالي 5% بس من أعماق المحيطات. يعني ال 95% التانية لسه مجهولة لينا بالكامل كبشر. وللعلم دلوقتي في غواصات روبوتية بتتحكم في نفسها بالكامل، وتقدر توصل لأماكن البشر ما قدروش يوصلوا لها خالص، وبتبعت صور حية لحاجات غريبة في الأعماق. كمان احنا بنستخدم التكنولوجيا لاكتشاف النفط والغاز. بعض المناطق في أعماق البحار فيها كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، والتكنولوجيا الحديثة بتساعد الشركات على اكتشافها بدقة بدون ما تدمر البيئة. طيب هل في أسرار تانية من حضارات غارقة تحت البحر؟ في حضارات كاملة ممكن تكون غرقانة تحت البحر، زي أطلانتس اللي الناس كتير بتؤمن إنها كانت موجودة فعلا. في علماء بيقولوا إن أطلانتس كانت جزيرة متطورة جدا وغرقت بسبب زلزال ضخم أو تسونامي، واتدفنت تحت البحر، ويمكن تكون قريبة من البحر المتوسط أو حتى المحيط الأطلسي. وفي حضارات غرقانة حقيقية زي مدينة دواركا في الهند، وتم اكتشاف أطلال ليها تحت البحر، ويقال إنها ترجع لآلاف السنين. وفي مناطق بحرية غريبة زي مثلث برمودا اللي بيختفي فيها السفن والطائرات في ظروف غامضة، كنا عملنا عنه فيديو قبل كده. مش كل اللي بيحصل تحت البحر بيكون هادي وجميل، احيانا بيحصل انفجارات مرعبة تحت المية بتأثر على اليابسة. كمان في حاجة اسمها الزلازل البحرية او التسونامي، ودي بتبدأ من اعماق المحيط لما صفيحة ارضية بتتحرك فجأة، والنتيجة بتبقى موجة ممكن تبقى اعلى من عمارة 10 ادوار وتغرق كمان مدن كاملة. في سنة 2004 حصل تسونامي في المحيط الهندي، واللي بدأ من عمق البحر وقتل أكتر من 200 ألف إنسان في ساعات قليلة. يعني عمق البحر مش بس فيه مخلوقات غريبة، ده كمان ممكن يبقى مصدر خطر ضخم على العالم كله. ومن هنا في سؤال ممكن يخطر في بال أي حد: هل في قواعد عسكرية سرية تحت البحر؟ في ناس كتير بيقولوا إن في قواعد سرية لدول عظمى زي أمريكا وروسيا مبنية تحت المحيطات، أماكن محدش يعرف عنها حاجة. وبيقال إن في غواصات كمان نووية سريعة جدا بتعيش شهور تحت المية ومحدش بيشوفها خالص. واللي أغرب بقى إن بعض الناس بيقولوا إن الكائنات الفضائية ممكن تكون عاملة مستعمرات ليها في الأعماق، علشان كده بيختفوا لما حد بيقرب منهم. تخيل بقى ده لو حقيقي. ومن أغرب الاكتشافات اللي اتصورت تحت البحر كان في هيكل حجري ضخم جدا في بحر اليابان، بيشبه كده الهرم، ومحدش عارف اتعمل ازاي أو حتى إمتى. في علماء بيقولوا إنه من بقايا حضارة قديمة، ويمكن يكون أقدم من أهرامات الجيزة. وفي كمان تمثال غريب ظهر في المحيط الأطلسي بيشبه تمثال بوذا، وده خلى ناس كتير تتساءل: هل كان في تبادل حضاري بين قارات العالم من آلاف السنين عن طريق البحر؟ ده سؤال مازال مطروح. لو عايزين نعمل جزء تاني عن أخطر المخلوقات البحرية أو أغرب الظواهر اللي بتحصل في قاع المحيط، اكتب لي في التعليقات، وشير الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا الحاجات الغامضة. أعماق المحيطات مش مجرد مية، دي عوالم تانية لسه محدش دخلها. وهنا في سؤال: لو جاتلك فرصة تغوص لخندق ماريانا، هتروح ولا لأ؟ واكتب لي في التعليقات ايه أكتر حاجة شدت انتباهك في أسرار أعماق المحيط. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.